بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في اختبارات العلوم. خدنا اختبارات الدين لسنة 5 ودي العلوم، فاضل الدراسات ومعايا برضو مهارات مهنية وحاسب آلي. طيب بسم الله. الامتحان الأول جه إدارة فقوس التعليمية. السؤال الأول صح وغلط. المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض هو الشمس. صح. طب تتكون الشبكة الغذائية من الكائنات المنتجة والمستهلكة فقط. لا غلط، والمحللة كمان. يتسبب الجفاف في موت العشب وانهيار النظام البيئي. صح. الصقور والثعابين من الكائنات المنتجة. صح. طبعا إجابة خطأ، الكائنات المنتجة هي النباتات فقط. كون سلسلة غذائية. طبعا بنبدأ بأي نبات ثم حيوان بياكل النبات ده ثم حيوان مفترس، فهنبدأ بحبوب القمح ثم الفأر ثم الأفعى ثم الصقر. تتكون أكمل العبارات الآتية. تتكون، طب ليه ما قلناش الصقر الأول وبعدين الأفعى؟ لأن الصقر هو اللي بياكل التعبان مش التعبان اللي بياكل الصقر. طب أكمل. تتكون السلاسل الغذائية من الكائنات المنتجة والمستهلكة ونقط والمحللة. بعد كده إنشاء مصنع في منطقة عشبية، ده هيموت النباتات. طب وبعدين هيحصل إيه؟ خلل في النظام البيئي. تسمى العلاقات المتداخلة بين الكائنات الحية المختلفة بإيه؟ الشبكة الغذائية. عند ارتفاع درجة حرارة الماء بيتحول المرجان للون الأبيض. وضح أثر فقدان الموطن الطبيعي الناتج عن أنشطة الإنسان على الكائنات الحية. يعني مثلا أسد عايش في الغابة، فجه إن الإنسان راح قاطع كل الشجر اللي في الغابة عشان يبني شقق سكنية. الأسد هيحصل له إيه؟ إما إنه هينقرض أو هينتقل لمكان آخر. طيب السؤال الثالث، وصل. الصيد الجائر بيعمل إيه؟ يتسبب في خلل في النظام البيئي. الجفاف يتسبب في موت النباتات. السلسلة الغذائية تتكون من كائنات منتجة ومحللة ومستهلكة. رقم ب، لو حصل تسرب زيت بترول من أحد السفن الماشية في البحر وده موت سمك كتير، ده هيأثر إيه على الطيور البحرية؟ إما إن هي هتبحث عن طعامها في مكان آخر لأن الطيور البحرية بتاكل السمك ده، أو إنها هتظل في مكانها وتموت. طب لأن مفيش سمك تاكله، هتموت من الجوع. الامتحان التاني دمياط. قال لي ثعلب بيتغذى على الأرنب، يبقى الثعلب إيه؟ مفترس. طب والأرنب فريسة. طيب عند نقط عدد المفترسات هتاكل كل الكائنات الحية، يبقى زيادت. لما تزيد هتاكل كل الكائنات الحية مش لما تقل. جسيمات المادة في حالة حركة مستمرة. تمام. قلنا حركة مستمرة. يحدث نقط عند ارتفاع درجة حرارة الماء في المحيطات. ابيضات الشعاب المرجانية. والسؤال ده ان شاء الله هيجي لكل المحافظات بإذن الله. اذكر طريقة واحدة يمكن اتباعها للتخلص من الزجاجات البلاستيكية بدلا من إلقائها في مياه البحر. هو الراجل كده خلاص انت عندك بلاستيك، اصله في ناس هتكتب استبدالها بأقمشة او استبدالها بأقمشة أوعية من القماش عشان نقلل استخدام البلاستيك. طيب هو كده بيقولك انت عندك ازاز بلاستيك وعايز بقى تتخلص منها، كده خلاص بقى عندك بلاستيك. إعادة تدويرها اللي هو الجماعة بتوع النظافة اللي بيلموا الأزايز مرة تانية وبيودوها للمصانع عشان تتكبس. حاجة اسمها كبس، بتتكبس عشان تتوزن بالكيلو عشان يتعمل منها بلاستيك من أول وجديد. طيب اكتب المصطلح العلمي نموذج بيعبر عن مجموعة من السلاسل الغذائية، يبقى الشبكة الغذائية. كل شيء له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. المادة. الكائنات اللي بتسبب العفن كائنات محللة. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، ده انت ما خدتهوش. ليه هو جايبه؟ يعني انا مش عايز ادعي غلط، يعني ده اسمه الكتلة، كتلة المادة. تمام. يعني كتلة اي انسان، يعني انا كتلتي ايه؟ مقدار ما احتويه من مادة. اوزن الحاجات بتاعتي، تمام، الجزيئات بتاعتي، يطلع كتلتي قد ايه. يبقى مقدار ما يحتويه الجسم مادة اسمه كتلة، وده موجود في منهج ديسمبر. هو جابه ليه في نوفمبر؟ مش عارف. طيب هنا بيقول لي اعمل سلسلة غذائية، فانا هقول له عشب ثم جرادة هتاكل العشب ثم ضفدع
هياكل الجرادة، ثم كائن محلل ياكل الضفدع بعد ما يموت. بعد كده في امتحان المنوفية، الباجور. أي هذه الكائنات لا يستطيع أن يصنع غذاءه بنفسه. مين هو اللي بيصنع غذاءه بنفسه؟ أي نبات. يبقى احنا عايزين حاجة مش نبات، الجراد. التغيرات في البيئة زي قطع الأشجار والبناء والصيد الإيه؟ نعم. قال لي التدخل البشري. يبقى التغيرات في البيئة زي قطع الأشجار والبناء، مش عارف هو إيه كده، والصيد إيه؟ والصيد ماشي. التغيرات دي اللي بيقطع الشجر واللي بيبني واللي بيصيد، هل ده تغير طبيعي؟ لأ. هل ده تدخل بشري؟ أيوة. هل ده بيؤثر على موضع الكائنات الحية؟ أيوة. يبقى ب وج معا. يبقى نقرأ السؤال للآخر، لأن في طلبة هتقولك ب، يبقى يختار ب. لأ، هي ب وج. جميع المواد تتكون من جسيمات. يشمل التلوث على الأرض. التلوث إن أنا بلوث الهواء ولا التربة ولا المية ولا كل ما سبق؟ كل ما سبق. ماذا يحدث عند تعرض بعض الكائنات الحية لفقدان الوطن؟ يعني الحيوان فقد المكان اللي بيعيش فيه، إما إنه يموت وينقرض، تمام، أو إنه هينتقل لمكان آخر لو مفيش برضه هيموت وهينقرض. لا يتأثر النظام البيئي عند غياب أحد الكائنات الحية الموجودة فيه. لا، غلط، بيتأثر. تنتقل الطاقة في السلاسل الغذائية من الكائن المستهلك للكائن المنتج. لا، من المنتج للمستهلك. يمكن أن تتحول المادة من حالة لأخرى بتأثير التسخين أو التبريد، صح، زي المية بتتحول لتلج من التبريد ولغاز من التسخين، بخار. عند حدوث تلوث على اليابس لا يؤثر على الكائنات الحية. غلط، يؤثر. ايه هي المادة؟ كل شيء له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. أكمل. يحصل الإنسان على الطاقة من الغذاء في حالة وجود الأكسجين. يعني الأكسجين، خلي بالك دلوقتي أنا باكل وبتنفس في نفس الوقت. لو ما فيش الأكسجين ده، الأكل مش هيتهضم في المعدة. تخيل. طيب، لأن في ناس كتبت ثاني أكسيد الكربون، لا، الأكسجين. يعني لو السؤال كالآتي: يحصل النبات على الطاقة من في عملية البناء الضوئي في وجود غاز ثاني أكسيد الكربون. النبات عشان برضو يقدر ياكل ويتغذى بيروح له الغذاء من اللحاء زي ما خدنا قبل كده، ولكن في منهج أكتوبر طبعا، لو انتوا لسه فاكرين، طبعا لازم تبقوا فاكرين لأن احنا هنمتحن فيه تاني في الفصل الدراسي الأول، لازم يكون موجود غاز ثاني أكسيد الكربون عشان تتم عملية البناء الضوئي. طب يسبب نقط في موت السلاحف البحرية، المواد البلاستيكية. يعتبر بخار الماء مثال لحالة المادة الغازية. يتحول الثلج إلى ماء عن طريق الانصهار، بما تفسر يعتبر الهواء مادة لأن له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. كده خدنا كل الأسئلة دي. تعالى دلوقتي ننتقل إلى أسئلة منصة البث المباشر اللي ما خرجش منها الامتحانات دي كلها. يلا بينا. أول حاجة بيقول لي: تنتقل الطاقة في الشبكات الغذائية من الحيوانات آكلة العشب إلى الحيوانات آكلة اللحوم. تمام. يمكن إعادة الطاقة للبيئة مرة أخرى عن طريق الكائنات المحللة. نعم. عند زيادة عدد المفترسات تقل أعداد الفرائس، وده جاي في الامتحانات. يتسبب نقط في موت الأسماك التي تتغذى عليها الطيور. التلوث. تنتقل الطاقة في الشبكات الغذائية من الحيوانات آكلة العشب إلى الحيوانات آكلة اللحوم. تمام. تتكون المادة من مجموعة من الجسيمات، وده سؤال جالك في الامتحان. أي المواد التالية يختلف عن الباقي من حيث الحالة؟ ثاني أكسيد الكربون ده غاز، حالة غازية. الماء حالة سائلة. أكسجين حالة غازية. بخار المياه حالة غازية، يبقى الماء. كل مما يلي يعد مواد سائلة ما عدا لبن، مية، عصير، ما عدا الأكسجين هو الغاز. تتميز المواد الصلبة إن لها شكل وحجم محدد. تاخد شكل الإناء اللي بتحتويه. تتحرك جسيماتها بسرعة، يمكن سكبها. لا، لها شكل وحجم محدد. دي إجابات للأسئلة. المادة ليس لها حجم ثابت وليس لها شكل ثابت، دي الحالة الغازية. القلم والكوب صلب. تتكون المادة من مجموعة من الجسيمات. كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ ده المادة. طيب، الأسئلة بتتكرر ولا ايه؟ أي مما يلي لا يعد مادة؟ الضوء والصوت. تمام. الضوء والصوت الاتنين مش مواد، أما أي حاجة بعد كده مادة.
أكمل. يعتبر نقط مثال على المادة الصلبة الكوب. يعتبر نقط مثال على المادة السائلة الشاي. يعتبر نقط مثال على المادة الغازية البخار بتاع المية. الجسيمات اللي بتكون بتتحرك بسرعة كبيرة يبقى الحالة الغازية يبقى البخار. جسيماته مترابطة وقريبة من بعضها جدا الصلب يبقى الكوب. وصل. الحالة الغازية ليس لها شكل محدد. طب الحالة الصلبة لها شكل محدد. انظر للصورة المقابلة واكتب اسم المادة من خصائص جسيماتها الحركة السريعة جدا. حالة غازية اللي هو بخار المية. الأكسجين من أمثلة المادة الغازية. باب السيارة من أمثلة المادة الصلبة. المادة نقط يمكن صبها السائلة. طب المادة نقط لها شكل محدد الصلب. عندما يتحول الماء طب المادة في السائلة ايه؟ بتاخد شكل الإناء اللي بتتحط فيه. زي مثلا أنا حطيت المية في شكل إناء مربع يبقى المية بقت مربعة لأنها هتاخد شكل الإناء ده. حطيته في شكل مدور يبقى مدورة وهكذا. عندما يتحول الماء لبخار حركة الجسيمات تزيد. المادة تتكون من 3 حالات. أي مما يلي يعد مادة الضوء. في اعتقادك ماذا يحدث إذا استمر ارتفاع كميات المواد البلاستيك في البحر؟ البلاستيك سيسبب أضرار بيئية خطيرة للحياة البحرية ويؤثر سلبا في الكائنات البحرية اللي بتعيش في البحر. أو تكتب كده يؤدي إلى موت الكائنات البحرية. خلل نظام البيئة البحرية. إجابة صح برضو. صح وغلط. توجد المادة في 3 حالات. صح. من أمثلة المواد السائلة الزيت والأكسجين. غلط لأن الأكسجين غاز. المادة الغازية تنتشر لتملأ أي مكان تتحط فيه. صح. المادة الصلبة ليس لها شكل محدد. غلط لها شكل محدد. بخار الناتجة من المكوى مادة غازية. صح. ارسم الشبكة الغذائية. قال لي ما الكائنات التي تستطيع إعادة تدوير الطاقة في النظام البيئي؟ الفطريات. طبعا هنا عشب جرادة ضفدع ثعبان صقر فطريات. يعتبر فقدان الموطن من الأسباب الطبيعية لنقط الانقراض. وده سؤال مهم. حدوث الجفاف ونقط وارتفاع درجة الحرارة طبعا يسبب خلل في الشبكة الغذائية. تنتقل الطاقة في الشبكة الغذائية من الكائنات المنتجة للكائنات المستهلكة. تمام. تتغذى النسور على الأرانب فعند موت الأرانب تقل أعداد النسور. إجابة صحيحة. عند حدوث تغير في النظام البيئي يحدث خلل في السلاسل الغذائية. تمام. عند غياب الكائن المنتج للغذاء قد يموت الكائن المستهلك. صح. يؤدي انبعاث الأدخنة من المصانع بدرجة كبيرة إلى موت بعض الكائنات الحية. تمام. تنتقل الطاقة من الكائنات المستهلكة للكائنات المنتجة. لا، من المنتجة للمستهلكة. بناء الكباري والمنازل في المناطق العشبية يسبب خلل في النظام البيئي. صح. لا تستطيع السلاحف التمييز بين البلاستيك وأناديل البحر. صح. بس هو ماشي، هو المفروض ما يقوليش زجاجات بلاستيكية. ليه؟ احنا نقول الجسيمات البلاستيكية الصغيرة دي اللي بتتكسر بفعل الشمس درجة الحرارة العالية. طب المادة الصلبة جسيماتها لها شكل منتظم وتتحرك بصعوبة. السائلة جسيماتها لها تدفق فوق بعضها ويمكن سكبها. الغازية جسيماتها متباعدة وتتحرك بسرعة. كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ المادة. تتكون المادة من جسيمات متناهية الصغر. يعتبر نقط مثال للحالة الغازية الهواء. يمكن قياس طول القماش باستخدام شريط القياس. الصلب والسائل والغاز 3 حالات للمادة. الأنشطة البشرية يجب حمايتها للحفاظ على النظام البيئي. طب الشبكات الغذائية بيؤثر بعضها سلبا على الكائنات الحية؟ لا، هو الأنشطة البشرية يؤثر بعضها سلبا على الكائنات الحية، والشبكة الغذائية يجب حمايتها للحفاظ على النظام البيئي. إذا كان الغاز لا يرى فما الطرق التي يمكن من خلالها التعرف على وجوده؟ قالك في عدة طرق، منها تحرك الأشجار اللي من خلاله نعرف إن في رياح. إذا اختفت الأرانب ينقص طعام الكائنات اللي كانت بتاكل على الأرانب. إذا حدث فيضان تغرق الأراضي وتموت الحيوانات. طبعا دي الحالة الغازية ودي الحالة الصلبة ودي الحالة السائلة. أمواج البحر، السيل، السحاب. برضو هنا حالات المادة. إذا أزيل العشب من البيئة الصحراوية فإن الفأر لا يجد طعام أو الجراد لا يجد طعام. عند زيادة عدد المفترسات فإنها ستأكل كل الكائنات الحية. كلمة زيادة دي كانت جاية في امتحان. عندما يتغذى الأسد على الغزالة تنتقل الطاقة من الفريسة إلى المفترس، وده سؤال مهم. الطاقة تنتقل من كائن حي إلى آخر. ابيضاد الشعاب المرجانية يحدث بسبب خلل في النظام البيئي. يعتبر المناخ
تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الماء فيتحول الشعاب المرجانية إلى اللون الأبيض. بعد كده تتكون الشبكة الغذائية من نباتات وحيوانات أكلات عشب وحيوانات أكلات لحوم. إذا حدث فيضان يتسبب في موت الكثير من الكائنات الحية. طبعا المادة التي تتحرك جسيمتها بمرونة أكبر من المواد الصلبة مباشرة دي السائلة، لكن جسيمات المادة الغازية تتحرك بسرعة بحرية تامة وبسرعة كبيرة. الأكسجين المستخدم في أجهزة التنفس مثال للمادة الغازية. يعتبر الماء من أفضل أمثلة المواد الموجودة في الطبيعة من حولنا. دي كانت كل أسئلة منصة البث المباشر، واللي ما خرجش منها تلتين الامتحانات اللي شفناها مع بعض. يا ريت الناس تركز على الأسئلة دي، مش هيخرج منها الامتحان أكيد إن شاء الله. يا ريت الناس تشير الفيديو وتعمل لايك للفيديو عشان خاطر يوصل لأكبر عدد ممكن. إن شاء الله في الفصل الدراسي، امتحانات الفصل الدراسي الأول، هننزل مراجعة مش هيخرج منها الامتحان بإذن الله. احنا بندي مهارات مهنية وتكنولوجيا معلومات ودين ودراسات وعلوم ورياضة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.